أنا شيماء حسام، فأهلا بيكم لو أول مرة تشوفوني. أهلا بيكم كمان مرة في فيديو جديد. فيديو النهاردة هكلمكم فيه عن تجربتي في إني أقدم على الجامعة بعد انقطاع 4 سنين عن التعليم، وكذلك هحكي لكم أنا ليه سحبت الملف وما كملتش الرحلة. ولكن قبل ما تنسوش إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد، وعلشان ما أطولش عليكم أكتر من كده فيلا بينا نبدأ الفيديو. القصة بدأت من النص التاني في 2024، مش فاكرة امتى تحديدا، ولكن نقدر نقول جت من فراغ انه انا فاضية مش ورايا حاجة، عندي وقت، طب ما استغله في حاجة مفيدة، فنرجع لرحلة التعليم مرة تاني. ليه لأ، احضر ماجستير دكتوراه وهكذا. الفكرة بكل بساطة ان انا اصلا خريجة ليسانس شريعة اسلامية، وبعد ما خلصت عملت الخدمة والدبلومة في نفس السنة مع بعض. الكلام ده كان سنة 2020، ووقفت هنا. بعد كده عدى 21 و22 و23، في 24 فكرت ان انا ارجع للتعليم مرة تاني. الفكرة اللي جت في بالي وقتها ان انا ابدأ في اني احضر ماجستير على طول. طيب، رحت وسألت، اكتشفت انه اللي حابب يحضر ماجستير ممكن يعمل ماجستير في الصحة النفسية وتخصصات تانية ملهاش علاقة بالشريعة. حسيت ان في حاجة غريبة. طب هو انا متخرجة من كلية هقدم في تخصص غير التخصص ازاي؟ عادي بالنسبة ليهم كجامعة عادي. استغربت الوضع وقلت اوكي. وقتها كنت بروح للأخصائية النفسية بتاعتي وجيت بسألها، طيب انا حد شريعة والماجستير بيتكلم في صحة نفسية، انا كده لا غذيت التخصص بتاعي ولا منها قدرت اروح للتخصص التاني. يعني انا لو عملت ماجستير في الصحة النفسية، طب فين الشهادة الاساسية بتاعة الصحة النفسية اصلا، اللي هو المفروض اكون متخرجة من اداب علم نفس، وبعد كده يبقى في دبلومة عامة ودبلومة خاصة، وبعد كده ماجستير، وبعد كده لو حبيت اعمل دكتوراه علشان اخد كارنيه مزاولة المهنة في الطب النفسي. حسيت ان في لفة غريبة كده شوية. لما جيت بسأل الدكتورة عليها اكتشفت ان الدكتورة خريجة علوم، وهي حكت لي القصة دي اللي حصلت معاها هي شخصيا. فلو انا دخلت ماجستير اذا محتاجة اعيد نفس القصة بتاعت الدكتورة عشان اروح لمجال تاني مختلف، او احضر ماجستير في مجالي، وعشان احضر في مجالي انا محتاجة اسافر. حسيت ان الموضوع طويل ومرهق نفسيا، فقلت اوكي نجرب، كده كده فاضية بقى. فبدأت. كان يوم 15/10/2024 سافرت لجنة علشان أسأل، لأن دي المحافظة الأقرب ليا، فقررت إنه أروح أسأل في كلية آداب علم نفس وأغير التخصص كله، لأنه أنا أصلا من وأنا في الجامعة وأنا كنت مقررة إن أنا مش هشتغل بشريعة. أنا دخلت شريعة عشان أنا عايزة أدخل شريعة، ووقتها ما كانش عندي وعي كافي لان انا اختار تخصص يكون مختلف. ومن زمان وانا من جوايا حابة ان انا ادخل حاجة ليها علاقة بعلم النفس، بس انا مش عارفة اعمل كده لوحدي، والجامعة بتاعتي كانت ما فيهاش ده. المهم هي قصة طويلة معقدة. فدخلت شريعة وانا مش ندمانة، وكنت حابة بالفعل شريعة، بس كاشتغل انا مش عايزة اشتغل بيها. لا عايزة اكون مدرسة ولا عايزة اكون معيدة في جامعة ولا الكلام ده كله، مش مجالي، مش حياتي، انا مش عايزة كده. ووقتها كنت رافضة مجال التدريس اصلا. المفاجأة اللي انا استغربتها في رحلة التدريس انه انا ما بحبش التدريس ومش عايزة شريعة كتخصص في التوظيف عشان التدريس. يشاء القدر انه انا فترة الجامعة كلها وما بعد بحبة حلوين وانا كنت بشتغل في مجال التدريس من وانا في اولى جامعة. بس الفكرة ان انا كنت بشتغل مع بيبيهات، اللي هو كنت بشتغل معاهم تأسيس اطفال من عمر 3 سنين. فالمجال يمكن شوية برضو مختلف عن تخصصي، بس
أنا كنت رافضة المبدأ ولكن اشتغلت، يمكن أكتر مجال كنت اشتغلت فيه. المهم صحيح قبل ما أسافر أنا بنفسي لجنة، أنا عندي بنت خالتي هي بتدرس هناك طالبة في الكلية، وقررت إنه أبعتها هي تسأل هل هينفع بعد ما اتخرجت من جامعة أقدم في آداب علم نفس هناك ولا مش هينفع. فبنت خالتي سألت وقالوا لها مفيش مشكلة، ورحت بالفعل علشان خاطر أقدم، ورحت وقدمت. المفاجأة اللي اتفاجئتها هناك إن أنا علشان أقدم لازم أحضر بنفسي. أنا كنت متخيلة إنه هروح أقدم الملف وأروح أيام الامتحانات فقط زي ما كنت بعمل في الجامعة بتاعتي الأولى. اكتشفت وقتها إن الحضور إجباري. ساعتها قررت إنه خلاص أنا مش هقدم، لأن صعب عليا إن أنا أبقى طالبة مغتربة، إنه صعب عليا أروح واجي كل يوم، وفي نفس الوقت مش هينفع أبقى طالبة مغتربة. أبقى محتاجة أأجر شقة، محتاجة أشتغل عشان أصرف على الجامعة، محتاجة أكون بحضر كل يوم. هيبقى في ضغط شويتين عليا، إلى جانب إن أنا حابة إن أنا أفضل مستمرة في مشروعي، وكذلك حابة أكون متواجدة على يوتيوب. فكوني أكون بركز في كل الحاجات دي في نفس الوقت حسيت إنه هيبقى تقيل عليا، وخدت بعضي ومشيت وقررت إن أنا مش هقدم. ففي الطريق كنت بكلم خالتي فبتقولي عملتي ايه، فبقولها حصل 1 2 3. فراحت بتقولي بصي قدمي الملف يمكن تيجي من عند ربنا وتقف من عند ربنا يعني، وما تتقبليش اصلا، بس برضو يبقى حاولتي للنهاية. معرفش ايه اللي خلاني اقول اوكي يعني. المهم رجعت بالفعل تاني للجامعة وقدمت الملف وروحت. انا كان جوايا احساس بيقول انت كده كده هتتقبلي، انت هتترفضي ليه؟ ف وبالاخص ان كان في بنوتة تانية كانت رايحة تقدم على الجامعة، بس هي كانت تقريبا موظفة، ولما لقيت انه لا هتسيب شغلها في مقابل انه لازم يبقى في اقرار من الشغل بتجيبه ان هي تقدر تكون مواظبة في الجامعة بتاعتها. انا مش قادرة ابقى فاهمة ازاي يعني انا هسيب شغلي عشان الجامعة، اكيد لا. فالبنت رفضت وروحت وما كملتش. المهم يعني فساعتها بعد فترة جالي انه اتقبلت، والمفروض ان انا ابدأ اداوم، وحسيت بضغط شديد قوي عليا وقتها انه المفروض ان انا هعمل كل ده ازاي. المفروض ان انا اصلا كنت بقدم الملف والدراسة بالفعل شغالة، كان عدى الشهر تقريبا من بدء الدراسة. ساعتها قررت ان انا اسأل ناس تانية، انه حسيت ان انا محتاجة نصيحة حد تاني يقولي هل اكمل في النهج اللي انا بدأته ولا اوقف. كنت مترددة جدا. ايوه انا حابة ان انا افهم اكتر في علم النفس، وحابة ان انا انصح غيري وافيد اللي حواليا، حابة ان انا يكون ليا دور مؤثر في الجانب ده بالذات. حاولت كتير انه حتى لو في المستقبل حبيت اشتغل بيها، انا عايزة ده يعني. حبيت اشتغل بيها اوكي، ما حبيتش اشتغل بيها يبقى عندي المعلومات اللي اقدر انصح بيها غيري عن علم. المهم ساعتها لما قررت اني استشير، فكانت صدفة بحتة ان الوقت اللي انا بفكر فيه في الموضوع واكون محتاجة استشير حد، كنت بتكلم مع مامتي وقتها بالصدفة دخلت جارتي، وهي اصلا تخصص اداب علم نفس. فجيت بحكي لها والله طيب انا لو قدمت في الجامعة هضطر ان انا اسيب مشروعي، وفي حين ان انا محتاجة لمشروعي، لان انا لو قدمت في الجامعة مين هيصرف على الجامعة؟ فلازم اعمل الاتنين مع بعض. وفكرة ان انا اكون بشتغل وبدرس قدرت اعملها هنا في دراستي الاولى، لانه دراستي وشغلي كانوا مع بعض، وده كان برضو الاساسي في الصرف. وقتها كان بابايا الله يرحمه، فدلوقتي صعب اكون مغتربة، محتاجة مصاريف جامعة، محتاجة مصاريف شخصية، محتاجة اشتغل عشان اصرف على كل الحاجات دي.
حسيت ان الموضوع صعب الى جانب كل الحاجات والتفاصيل اللي حكيتها قبل من يوتيوب وشغل وكده. بالنسبة لشغلي انا ببيع منتجات وبشتغل في موضوع التجارة حاليا. بشتغل فيه انا يعتبر حد لسه بيأسس مشروعه. هل حابة اداوم عليه في المستقبل؟ ممكن. بس هل هي الوظيفة اللي انا اتمناها اصلا؟ لا، ولكن هي وسيلة مش غاية. يعني هي وسيلة عشان أوصل للهدف الأساسي اللي أنا حابة أكون عليه في المستقبل. وكذلك إني أقدم في كلية آداب علم نفس هي وسيلة مش غاية. يعني أنا برضو مش هدفي في المستقبل إني أكون أخصائية نفسية، ولكن أنا حابة يكون عندي العلم والوعي الكافي، لأنه بحس إن إحنا كلنا كبشر المفروض نكون دارسين علم نفس عشان نعرف نتعامل مع نفسنا، نفهمها، نطور منها، وكذلك اللي حواليا، كابني في المستقبل، كبنتي، كاخواتي. لو اخواتي اصغر محتاجة اكون انا ليا دور في رعايتهم. ايا كان دوري، بحس انه ازاي هقدر اتعامل مع كل اللي حواليا بدون ما يكون عندي وعي كافي لده. المهم بعد ما قعدنا انا وجارتي وبحكي معاها، فقالت لي بكل بساطة كده: خليكي في شغلك، شغلك أهم. ولو على الكلية فعندنا النت ما خلاش حاجة، تقدري تاخدي كورس اونلاين. على الأقل الكورس هيديكي المعلومات المعاصرة، أما في الجامعة هتاخدي المعلومات اللي هو القديمة، أو يعني تاريخ علم النفس ونشأته والحاجات دي كلها، بس مش هيكلمني في الأساليب المعاصرة. ساعتها افتكرت لما كنت بدرس في الجامعة وكنت باخد حاجات اللي هو انا مالي بالكلام ده، انا مش بالنسبة لينا في عصرنا دلوقتي خلاص ما هوش موجود، ولكن بندرسه من باب علم ومعرفة. كذلك هيبقى هناك. ساعتها قررت انه اوكي، انا اصلا كنت محتاجة حد يقول لي لا، وكنت بتلكك لان حد يقول لي اسحبي الملف، لان جوايا حاجة كانت بتقول لي الرحلة مش رحلتك والمسار مش مسارك، ومش هينفع يعني اكمل، انه في حاجات تانية اهم بكتير من اني اقدم في جامعة، وزي ما قلنا هي مش هدف اساسي. ساعتها قررت ان انا اروح مرة تانية واسحب الملف بتاعي من الجامعة وانهي قصة التعليم هنا، انه خلاص انا مش محتاجة التعليم كأكاديمي في حاجة. لو محتاجة اطور من معرفتي في اي مجال من مجالات الحياة، ممكن أقدم على أي دورات تدريبية وأتعلم من خلالها يعني. ودي كانت قصتي باختصار في كوني أقدم وأسحب الملف مرة تانية. رسالتي ليكم من الفيديو ده: حددوا أهدافكم واختاروا أولى أولويات حياتكم بعد ما تجربوا مهارات كتير مختلفة، واشتغلوا على حاجة واحدة بس تكون هي الأساسية واللي انتوا محتاجين تبقى ده المنهج أو الطريق اللي انتوا حابين تكملوا فيه. لأنه لما بتركزوا على حاجة بتقدروا تطلعوا الإبداع من وراها، لكن كون ان احنا نشتغل في اكتر من حاجة او بنركز في اكتر من حاجة او م- هنعرف نعمل كده، بس مش هنقدر ندي 100% لكل ده. مفيش مشكلة ان احنا نعرف حاجة عن كل حاجة، ولكن محتاجين نعرف كل حاجة عن حاجة. أتمنى تكونوا فهمتوا قصدي وكذلك وصلت لكم رسالتي. وخليني أقول لكم إنه بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد. كونوا بخير وإلى اللقاء.